والله لا والله لا امسح فيك الارض ليك يا حيواني. يلا طيروا يلا 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 مشان ما عرفت تسكن يلا. ما بيمشي الحال ما بيمشي الحال. يلا يلا امشي نشوف شو بدنا نساوي. خليتني اترك رفقاتي واترك كل شيء كرمال بس تجي تحكيني موضوع. لك يا اختي انت بتعرفي شو الوضع، اطلعي صار بدتي اطلعي يا هسه يا اختي ويا اختي. اقعد لشوي. والله ما بعرف. اتجوز اخلص منك انا. حيرتيني على فكره انت. اسمعي لك اسمعي شوي كلمتين احسن من 10. تفضل. عم بشتغل انا ما عم قصر مشان ما احط علي وحده ما عم لحق. انت الله يسلمك انت عم تشتغلي بس ما هالشغل اللي عاجبني انا بصراحه. شو دخلك؟ طب اذا ابي معه عم يعطينا. هلا اذا ابوكي معه عم يعطينا لأيمت حيضل يعطينا يوم يومين وثلاثه تمام. بس خلص هيك بعد يمشي الحال. بدك تشتغلي انت. مكفاني الي لحالي. والله قديش عم تقبضي بالشهر راتب؟ اخي انا مكفاني. انا ان شاء الله اقبض 100 ان شاء الله 3. تمام عم يكفيكي الك بس انت ما عم تساعدينا بالبيت. شو ما عم ساعدك بالبيت؟ طب ليكي انا لقيت لك حل. امي عم تاخذ حقها. اسمعي في ورشه على اساس انه بدهم جماعه يشتغلوا معهم بلوك ودهان يعني هيك ورشه عمر. مجنون اخي شربان شي وجاي. لا رفقاتك هيك بالسهره ملاعبين بعقلك بشي شبهك. لا ليش؟ حكيت شي غلط؟ انا مكفاني الي. هذا الشغل تبعك بدك تتركيه. في ورشه بلوك عم اقول لك ودهان يعني ما بعرف هون بورا الحاره عم بيعمروا على اساس بدهم موظفين بنات او شباب ما بتفرق وراتب اعلى من اللي عم تاخذيه بكثير. شو بدك تعمل اذا كان اعلى؟ شو 10 اضعاف الراتب اللي عم تاخذيه بالجمعه وبالشهر. وبالشهر. شو بخصك اذا كان اعلى ولا اخف؟ شو بخصك؟ يعطيك العافيه. هلا هذا مؤاخذه منك. انت كيف يهون عليك وبيطلع من شرفك انت انك تشغل اختك؟ لا معلش. نعم بيناتنا مو مشكله. كيف يعني انت بدك تشغل اختك؟ انت عجبك ما هلا؟ فيك حبه بسطت هلا؟ اخلاق ولا حبه شرف. هلا اول شغله انت ما لك علاقه. إلي علاقه كأن يعني هي كأنها اختك يعني. واحد ما بيقبلها على اخته على مرته على عائلته. كيف عم بتقلها لاختك روحي اشتغلي؟ خلصتي حكي ولا لسه؟ لا ما خلصت حكي ولا حخلص حكي. خلص. عيب اسلوبك عيب. انت بتشتغل وبتقدم لها. انا عم بشتغل وهي عم تشتغل بس شكرا لك يلا شكرا لتدخلك. شكرا. لا ما في داعي اسلوبك وحكيك هذا تحكي طيب معها انت هيك لا. مو كنتي قاعده هون؟ ايه انا كنت. يلا انا اسف شكرا لك ارجعي عيدي بمكانك. عملتنا مسخره. شكرا. عملتك مسخره على فكره يكون معلومه. اسمعي شوي لا احكي كلمتين على فكره بمعلومك. على عيني وراسي. ايه بس هي عم تشتغل. فيها بس هي بالنهايه لازم تقعدها بالبيت وانت تقدم لها. طيب ماشي على فكره هي عم تشتغل انا ما بدي شغلها هي عم تشتغل. خلص تمام انا رح بطلها من الشغل وحشغلها شغل احسن منه براتب اعلى. ما في داعي. طيب يلا غلط. طيب خلص تمام ماشي مزبوط معك يلا ماشي ايه وين المصاري اللي مخبيتيهم؟ صوتك لو سمحت. طيب يلا ايه خلاص مصاري لميت الحاضر علينا وطي ايه صوتك. ايه هلا المصاري اللي كنت مجمعهم مخبيهم وينهم؟ ما لقيتهم صحيح دورت عليهم وما لقيتهم. اشتريت فيهم جوال؟ نعم ايه قلت لك حاشتري جوال ما معي جوال انا ما بدك تطمن علي وايمت طلعت وايمت فت امك بتضل تدق وينك ولي الله لا يوفقك. شو الله لا يوفقك؟ الله لا يسامحك. شو الله لا يوفقك؟ اشتريتي جوال بالمصاري اللي مجمعهم؟ متت وانا عم جمع فيهم. شو متت انت شو متت وانا عم جمع بالمصاري. شو انت بتخانق اختك مشان مصاري وبدك تشغلها؟ الله لا يوفقك. متت وانا عم جمع مصاري بتقولي لي بكل براده اشتريت فيهم جوال. والله لا والله لا امسح فيك الارض ليك يا حيواني. ما تقتلها. لا تتدخلي عشان ما اضربك كف. لك لا تتدخلي عشان ما اضربك كف انت وياها اعميكم عمي ها. بده يضربني. روحي من هون. اطلع من هون. عيفو عيفين. لك لا تتدخلي ما تقتلها. لك لا تتدخلي. تشغلها. العمى يلا كل هوا رجع. كل هوا خلص يلا روحي. مالك فيها. بعد يعني مشان ما انك تحطها بالبيت وتطعميها وتسقيها وغصبا عنك. هلا بينزلوا اهلي علينا. طب يلا حلي عني انت وياها. ولو صرفت المصاري ما طب يلا احملي اياه وروحي انت وياها يلا يلا طيروا يلا مشان ما عرفت تسكن يلا. ايه يلا انقلعت يلا هش يلا ترر. ما بيمشي الحال ما بيمشي الحال. يلا يو اخي روحي بس شوي. طب هدي شوي قربي شوي لعندي. هدي لا تخافي علي انا منيحه روح. دخيلك هدي شوي خلص ما عاد عرفت احكي انا ضيقه شوي. قربي لهون. صوت اختك. هدي شوي كاميرات اطلعوا اذا بتريدوا. استاذ احمد اغيار اطلعوا. شفتي الكاميرات؟ تمام هدي شوي. نحن عم نعمل تجربة اجتماعية، أنا أشرف وسارة، نحن منصة الواقع الاجتماعي، نحن ممثلين بالمنصة، عم نعمل تجربة اجتماعية.
تمام. على الاخ اللي بده يشغل اخته، يلي يعني بدها تساعده بالمصروف. تمام، لانه في كثير شباب عم يشغلوا اخواتهم وعم ياخذوا مصاري منهم. يعني هلا في لا انا فكرت انكم عم تتخانقوا، يعني انه قربي شوي. الحق معك، شكرا لك. مزبوط، انت معك حق. يعني في في كثير هيك شيء من هالحكي اللي عملناه نحن، بس انه حبينا نوصل رساله فكره، بس انه العالم اذا عندها وعي، اذا في عندهم وعي توصل فكره صح، يوصلوا لنتيجه. نحن طالبينها نحن، عرفتي شلون؟ نحن بس هي الرساله بدنا نوصلها. الحلقه بدي اعرضها على الفيس، في عندك شيء مشكله؟ لا اكيد؟ لا ما في مشكله. طبعا ايدي باي على هذيك الكاميرا، باي على الكاميرا الثانيه. شكرا لك، يعطيك العافيه.